هذا الرجل ليس بربر آغا حاكم طرابلس اللبنانية أيام العثمانيين، ولا يوزمتي سام الشخصية الكرتونية الشهيرة، إنه مالك إفريدي تاجر باكستاني بسيط. ولكن ما يجمعه ببربر آغا ويوزمتي سام الشارب الطويل. تقليديا يتصدر الشارب عرش شفاه الرجال في جميع أنحاء شبه القارة الهندية، ولكل واحد طريقته المفضلة في حمله. إفريدي القاطن في المناطق القبلية في باكستان يقضي نصف ساعة يوميا لتليين وتنعيم وتجفيف شاربه المذهل، والذي يبلغ طوله 76 سنتيمترا. عام 2009 اختطفته جماعة إرهابية وحجزته لمدة شهر وأجبرته على حلق شاربه. منذ ذاك اعتنى به من جديد، ما كلفه العديد من التهديدات بالقتل، لكنه لم يبالي. إنه أغلى ما أملك، فأنا أحمل هذا الشارب منذ زمن طويل، من أجله هجرت مسقط رأسي، وإذا لزم الأمر سأترك بيشاور أيضا، ولن أساوم أبدا على شاربي. وإلى أن يجد مالك إفريدي مكانا آمنا في هذا العالم يأمن فيه على شاربه، يبقى هذا الشارب شهرة إفريدي الوحيدة في باكستان. ريتا سليمان، العربية.